والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، حيي يستحي إذا مدت إليه الأيدي أن يردها صفرا خائبة. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد. إني دعوتك والهموم جيوشها قلبي تطارد، فرج بحولك كربتي يا من له حسن العوائد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، الحبيب المصطفى والنبي المجتبى. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد، اجمع بيننا وبينه في أعلى مراتب الجنة، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. كم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومراقبته وذكره والشوق إليه. واذكروا يوما تعرضون فيه على الله عريانا ليس لكم من دون الله عز وجل ظهيرا ولا نصير. يقول ربنا عز وجل في محكم التنزيل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معاشر السادة، لا شك أن الناس اليوم يعيشون ضروبا من الهموم والأحزان والكروب والضيق، وهذه 7 أدوية جئتكم بها أداوي نفسي وإياكم. إذا مسك الضر واشتد عليك الكرب وطوقك الضيق فتذكر هذه الأدوية السريعة التي نمر عليها والتي لا غنى لنا عنها، شبابا وشيوخا ونساء ورجالا. إذا اشتدت عليك الكربات وحاصرك الضيق من كل مكان وامتلأ القلب هما كما قال الشافعي: إني دعوتك والهموم جيوشها قلبي تطارد. إذا مسك هذا فاعلم أن أول دواء يجلو الهم ويزيح الكرب ويفرج الضيق الله أكبر، الصلاة وقراءة القرآن. كلما اشتد حزنك وزاد همك تعال حيث المحراب وحيث الله أكبر، ففي الله أكبر تستلهم أن الله أكبر من همك وأكبر من ضيقك وأكبر من حزنك، فتستشعر هذه العظمة فيزول همك. كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن داود عن حذيفة رضي الله عز وجل عنه وأرضاه: إذا حزبه أمر واشتدت عليه الهموم والكرب كان إذا حصل له ذلك قال: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. أرح فؤادك في محاريب الله سبحانه وتعالى. أجل، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة إلى المحراب. إذا اشتد الهم وزاد الكرب قال تعالى: وكن من الساجدين
قال الطبري شيخ المفسرين رحمه الله: كن من الساجدين أي من المصلين، فذكر الصلاة في حال القرب، والسجود أعظم ما فيها، وهو أكرم موضع يطأه ابن آدم، أن يقع أنفك وجبينك على محراب الحق سبحانه وتعالى. وكن من الساجدين أي من المصلين، وافزع إلى القرآن العظيم، فإن فيه جلاء النفوس، وإن فيه هدوء القلب، وإنك ساعة تفتتح القرآن العظيم أنت تخاطب الملك بكلامه المنزل المعجز الخاتم، الذي لم يحفظ كلام للحق عز وجل إلا هو. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اقرأ القرآن العظيم. وإذا بلغت قول الله عز وجل من الزمر: الله نزل أحسن الحديث، مسلسل تركي مدبلج، أغنية لراقصة تكشف مفاتنها، قصص الفنانين والمطربين، أخبار الرياضيين، كلها دون أحسن القصص. فإنك إذا أردت أحسن القصص عليك بكتاب الله عز وجل. الله نزل أحسن الحديث، أحسن القصص، كتابا مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يلين قلبك، يرتاح فؤادك عندما تفتح كتاب الله عز وجل وتقرأ القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الدواء الثاني. الدواء الأول القرآن والصلاة، لا مندوحة لك عن ذلك. لن تستشعر راحة القلب وطمأنينة الروح إلا في محاريب الحق عز وجل. نبئت أن أكثر حالات انتحار في العالم هي في أوروبا، في الدول التي فيها كل شيء، تأمين صحي، رفاهية مطلقة، القمر، حتى أنهم صاروا يحلموا في المريخ. لكن حالات الانتحار كثيرة، حالات الاكتئاب كثيرة. لما؟ لأن القلب خلا من الله والروح خلت من القرآن العظيم. الدواء الثاني: اجعل قلبك ولسانك يلهجان بذكر الله سبحانه وتعالى. اسمع إلى النص الواضح البين في قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بما؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أين يطمئن القلب؟ أين تطمئن الروح؟ ليس حديثا ضعيفا ولا قصة في كتاب ابن هشام، إنها آية من سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بما؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا زاد همك وعظم كربك وقصر عقلك عن تفسير ما تراه، فالجأ إلى سبحتك، فالجأ إلى أطراف أصابعك وعد عليها: لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن كل غراس مقطوعة وإن كل أشجار مبتورة إلا غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تطمئن بماذا؟ بذكر الله. ألا تنبهوا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاذكروا الله أيها الإخوة. اجعل وردك اليوم 1000 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن واردا لن يرد القيامة بعمل خير من عملك إلا رجل قال مثل ما قلت أو زاد. وظيفتك
أنت تسير نصف ساعة في الشوارع تقريبا، ساعة، بماذا تملأها؟ بماذا تملأ ذهابك وإيابك؟ املأه بذكر الله سبحانه وتعالى، ليكن ذكر الله عز وجل سبب تفريج همك وذهاب حزنك. وفي ذلك يقول الحبيب بعد أن تصلوا وتسلموا عليه: من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات حين يصبح وحين يمسي، كفاه الله ما أهمه. دقق بكلام المصطفى: كفاه الله ما أهمه، كفاه الله ما أهمه. لن يزيل همك إلا ذكر الله عز وجل. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. من قال حين يصبح وحين يمسي 7 مرات: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ذكر بسيط 7 مرات، عدها على أصابعك، تكون سببا في تفريج همك وذهاب كربك وحزنك. الدواء الثالث أخبركم به بعد أن تسمعون الصلاة على رسول الله، لأن الدواء الثالث هذا هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل للكرب يا كرب مهما بلغت ومهما عظمت، يا هم مهما كبرت، فإن صلاتي على رسول الله ستطردك، نور يضيء ظلمتك. قال أبي بن كعب: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك يا رسول الله ربعها. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. من صلاتي يعني من وردي. إيش ورد شيخ؟ نحن ما عندنا ورد. ما عندك ورد؟ لماذا كان شيخك النووي له حزب وورد وأنت لا ورد لك؟ معنى الورد ما تلزم به نفسك في الصباح والليل والمساء والنهار من ذكر الله عز وجل. يقول أبي: أجعل لك من وردي؟ قال: ما شئت. قال: ربع وردي صلاة على النبي. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلث صلاتي يا رسول الله. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصف صلاتي يا رسول الله. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أبي: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، وردي كله صلاة على رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. اللهم اكفنا همومنا واغفر ذنوبنا ببركة الصلاة على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. تريد لهمك أن يزول، تريد لكربك أن يذهب ويمحى، أكثر من الصلاة على رسول الله. وخص بالكثرة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، من مغرب الخميس إلى صباح السبت، اجعل ذلك كله صلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. الحديث. وقد كتب ابن القيم رحمه الله عز وجل كتيبا صغيرا في الصلاة على رسول الله، جمع فيه أكثر من 100 الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اختر لنفسك ما تشاء من الصيغ واجعله وردك تصلي فيه على رسول الله. الدواء الرابع معاشر المسلمين أن تترك المعصية رجاء من أخ يحبك. العمر قصير، الأنفاس معدودة، الأيام محدودة، ولقاء الله عز وجل قادم. لقاء الله قادم. لا تعصي الله سبحانه وتعالى، لأنك عندما تعصي الله عز وجل ينكت في قلبك نكتة سوداء، فإن أنت استغفرت محيت وإلا نكتت نكتة أخرى، فإن أنت استغفرت محيت وإلا نكتة أخرى، فإن أنت استغفرت محيت، وهكذا. ثم قرأ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران، الهم، الغم، الضيق، الكرب ستجده في قلبك لأنك تعصي الله عز وجل ولا تستغفر. تبارز المولى سبحانه وتعالى المعصية ولا تستغفر. المعصية سبب عظيم من أسباب الهموم ومن أسباب الكروب ومن أسباب الضيق.
فانفض عنك غبارها وارم عنك لحافها وادخل في باب طاعة المولى سبحانه وتعالى. الدواء الخامس: إذا وقعت في المعصية كإمامك وخطيبك وككثير من العلماء والأولياء والعارفين والصحابة حتى نصل إلى رسول الله، لأن المصطفى لا يعصي، إذا وقعت في هذا فاستغفر الله سبحانه وتعالى. اجعل لسانك دائما الاستغفار. قال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: يعطيك الدواء الخامس لهمومك وغمومك: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. عد على سبحتك 1000 مرة في اليوم: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. قال حبيبكم بعد أن تصلوا عليه: من قال دبر كل صلاة: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. استغفر الله. قل دائما أستغفر الله إذا كثر همك وغلبتك الهموم والمصائب، فاجعل استغفارك لله سبحانه وتعالى النور الذي يشع في ظلام هذه الأيام الصعبة. استغفر الله دائما. الاستغفار ليس بعد المعصية فقط، بل إنه بعد الطاعة كما أسلفت من حديث الصلاة، وإنه بعد عرفة كما يذكر القرآن العظيم صراحة جهارا نهارا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بعد عرفة، بعد المشعر الحرام، استغفر الله. لما؟ لأن في عبادتك قد يكون شيء من الشبهة، الرياء، السمعة، الغفلة، النسيان. اجعل استغفارك لله دائما حيثما كنت، فهو سبب لتفريج همك وطرد كربك. الدواء السادس من أدوية الاستغفار أن المصطفى بعد أن تصلوا عليه دخل المسجد يوما وإذا برجل يقال له أبو أمامة في غير وقت الصلاة، بين الظهر والعصر، بين العصر والمغرب. قال: يا أبا أمامة، ما لي أراك في غير وقت الصلاة في المسجد؟ قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. هموم، كلنا نعيش اليوم هموم. قال: هموم لزمتني يا رسول الله، ديون أيضا. علمه رسول الله هذا الدعاء. الدواء السادس هذا الدعاء، الزمه، فإن فيه تفريج الهم وذهاب الكرب، بل وقضاء الدين زيادة. قال حبيبك لأبي أمامة: إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال. قال أبو أمامة: فلزمت الدعاء فذهب همي وأقضى الله عز وجل ديني. رسول الله لا ينطق عن الهوى. إذا كثر همك فالجأ إلى هذه المقطوعة من الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم الذي يصيب القلب والحزن ومن العجز والكسل. الدواء السابع والأخير، هذا سقفه مفتوح، ليس له سقف كسقف المسجد، هذا سقفه مفتوح وهو صغير أو كبير، سبب في تفريج همك وذهاب غمك. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، مسرور سعيد ليس فيه هم وغم، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اعمل صالحا. يقولون في العامية: وارمي في البحر. أقول لك: لا، اعمل صالحا واجعله في خزائن المولى عز وجل، من إماطة الأذى عن الطريق، من تفريج هم امرئ مسلم، من إعطاء رجل قرضا، من صلة رحم، من بناء مسجد، من صدقة، من بسمة في وجه أخيك، من يتيم تمسح اليوم على رأسه.
من أرملة تسعى عليها، من أخت تصلها، من أم تبرها، من أب تحسن إليه، شيخا قد كان يحسن إليك طفلا. العمل الصالح ليس له سقف يحده. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الوعد من الله عز وجل، فلنحيينه حياة طيبة. يقولون سعادة والقرآن يقول رضا، يقولون سعادة والقرآن يقول رضا. أجل معاشر المسلمين، هكذا نأخذ هذه الأدوية السبعة مما قاله المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، مما قاله رب العزة سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يلزمنا إياها، وأن يكرمنا ربي بتفريج همومنا وتنفيس كروبنا، وأن يجعل ما نستقبل من أعمالنا خيرا مما مضى منها. هذا وصلوا وسلموا على من أرسله ربي رحمة للعالمين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير الخلق والبشر. اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، من الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا جنك ليلك فاذكر هذه الأدوية التي سقتها لحضرتك، فإنك سترى في ظلام الليل وذكر هذه التي ذكرتها ما يكون سببا في تفريج همك. وقد مر على محدثكم بعض الليالي ذكرت فيها ما نحن فيه من الهم والغم، فقلت أناجي الواحد الأحد سبحانه وتعالى: قل له ثقلت همومي سيدي وإليكم مدت يدي، آنست نورا في محاريب الدجى فأتيت أشعل من عطائك موقدي، وسكبت دمعي بين أيديكم كما سحت دموع الطفل عند المولد. عاهدتك اللهم دهرا أنني في الباب أبقى، لا عصيتك سيدي لكن نفسي يا منايا، وموئلي نكثت عهودي ثم خانت موعدي، واليوم جئتك من ذنوبي تائبا مستشفعا بالحب طه أحمدي، فارحم عبيدا هده طول البكاء، قد جاء يطمع في رضاك السرمدي، يا فارج الكرب العظام تكرما ثقلت همومي في فؤادي المجهد، رحماك ربي والدموع سواكب، والذل يكسوني وذنبي في يدي، أأرد عن محراب جودك سيدي، حاشاك أن أظمى وجودك موردي، حاشاك أن أظمى وجاهك موردي. أجل إنه الله سبحانه وتعالى الذي لا يفرج الكرب إلا هو، ولا ينفس الهم إلا هو، ولا يجلو ما نحن فيه إلا هو، فأديموا إليه الالتجاء، وأتموا بين يديه الركوع والسجود، وأكثروا بين يديه الاستغفار، واعلموا أن ما قدمتم لأنفسكم في هذه الدنيا تجدوه يوم القيامة. واعلموا معاشر المسلمين أن ضيوفنا جاءوا من جامع إبراهيم الخليل، فمدوا إليهم يد العون وأجزلوا لهم العطاء، ومدوا إيديكم إلى الباري عز وجل وقولوا له: يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين،
يا مجيب السائلين، يا صريخ المكروبين. خابت ظنوننا إلا بجلالك، وانقطع رجاؤنا إلا عن جنابك، وعز نصيرنا إلا من جلالك. الكريم من أكرمته بطاعتك، والعين هي التي أكرمتها ببكاء بين يديك. اللهم من على قلوبنا بعظيم الخشية إليك، وعلى جلودنا أن تقشعر بين يديك، وعلى دموعنا أن تسح على بابك. اللهم أذقنا برد عفوك، ولذة مناجاتك، وحلاوة الأنس بجنابك. فقد ابيضت الناصية، وشاب العارضان، وولى شبابنا، ودنا إليك رحيلنا، ولا تزال القلوب في غفلتها، والعيون قاسية بين يديك. اللهم من علينا برضاك، ولا تشغل قلوبنا بسواك، وفرحنا يوم نلقاك، وفرج همنا، ونفس كربنا، وارفع مقتك اللهم وغضبك عنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أقسمنا عليك بأحب أسمائك الحسنى ألا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، وثبت قلوبنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنه بلغنا عن حبيبك المصطفى أنك إذا استودعت شيئا حفظته، وإنا نستودعك ديننا وإيماننا وقلوبنا وأعمالنا وخواتيمها، ونستودعك أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا ووالدينا وذرارينا. اللهم أدخلنا في دائرة حصنك، اجعلنا في حرزك الحصين. اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، ورد علينا أمننا، واحفظ علينا ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل كل صالح عملناه، وكل خير قدمناه في صحيفة آبائنا وأمهاتنا من ساعتنا هذه إلى يوم نلقاك وأنت راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، والله يعلم ما تصنعون.